عايزين تروحوا هانيمون في شرم الشيخ بسعر حلو جدا ويكون فيه اكتر من اختيار قدامكم، يبقى لازم تشوفوا الفيديو ده للاخر. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهارده هقول لكم على اكتر من فندق من اجمل الفنادق اللي ممكن تروحوها في الهانيمون. بس قبل ما ابدا وزي ما متعودين دايما واللي لسه اول مره يشوفني، انا شروق بقدم محتوى عن السياحه والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق واهم مميزاتها وعيوبها واهم اماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي فندق او اي مكان، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. ويلا بينا نبدأ. اول فندق هنتكلم عنه النهارده وهو اعلى فندق في الفنادق اللي هتكلم عنها كسعر وكقيمه وككل حاجه، وهو فندق كليوباترا لاكشري. هو فندق 5 نجوم ديلكس خطير جدا. مكانه بيكون في خليج نبأ، هو صف اول طبعا، ليه بيتش خاص بيه. البيتش صخري بس حلو جدا جدا للسنوركلينج والدايفنج كمان. هتستمتعوا بيه جدا. كمان الفندق فيه حمامات سباحه كبار واطفال. الفندق نظيف جدا، حمامات السباحه كمان نظيفه جدا. في 7 مطاعم، منها مطاعم رئيسية ومطاعم ألاكارت. في جيم وساونا وسبا وجاكوزي. في كمان كيدز اريا كبيرة للأطفال. في طبعا فريق انيميشن حلو جدا للكبار والأطفال، هيستمتعوا جدا معاه. في كمان مسرح خاص للحفلات اليومية. كمان تقدروا ان انتوا تكلموا الريسبشن كل يوم تعرفوا ايه مواعيد الحفلات دي علشان تحضروها. في طبعا باركينج خاص. في كمان واي فاي في جميع انحاء الفندق وفي الغرف. بالنسبة لنظام الإقامة كاملة، فطار غدا عشاء مشروبات سناكس. الغرف واسعة وحديثة ونظيفة جدا. طبعا الغرف أغلبها سي فيو بول فيو. الغرف طبعا مكيفة. كمان فيها شاشة، ميني بار، كاتل ومشروبات. التويلت حلو جدا، مجهز بكل حاجة ممكن تحتاجوها، شامبو، شاور، كل حاجة ممكن تحتاجوها هتلاقوها في التويلت. كمان في مجفف شعر. فالفندق بجد هو فندق حلو جدا، نظيف جدا، متوفر فيه كل حاجة. من اكتر الفنادق ال5 نجوم كمان للهاني مون، حلوة جدا. الفندق كليوباترا لاكشري، هما 2، في واحد عائلات وواحد كبار فقط، فتقدروا تختاروا اللي انتوا عايزينه. بالنسبة بقى للأكل، الأكل طبعا متنوع وحلو جدا جدا كتست وكتنوع طبعا. مفيش هيكون ليكوا أي تعليق عليه. كمان طبعا في تنوع في الديزرت، في طبعا غدا عشاء فطار، تنوع في الأكل. طبعا البروتين أنواع كتير، فالأكل هناك برضو حلو جدا. بس الفندق مفيش فيه اكوا بارك. طبعا لو انتوا حابين اكوا بارك واكتيفيتي، ممكن تسيبولي برضو تعليقاتكم، ممكن اديلكوا اختيارات على حسب البادجت بتاعتكم يكون فيها اكوا بارك. او لو انتوا حابين الفندق ده وحابين تروحوا فيه وحابين مثلا تطلعوا يوم تقضوا دي يوز في اي اكوا بارك بره، فده برضو متاح في فنادق كتير طبعا، ممكن تدخلوها كدي يوز بس تستخدموا الاكوا بارك بتاعتها. وطبعا بما انكم في شرم الشيخ وكمان طالعين هاني مون، فطبعا لازم تعملوا انشطة وتعملوا رحلات بحرية. في انشطة كتير كمان داخلية في شرم الشيخ تقدروا تعملوها، انشطة بالنهار وخروجات بالليل، حاجات كتير قوي تقدروا تعملوها، ويمكن كمان مش هتقدروا تخلصوها في الفترة اللي انتوا قاعدين فيها. انا كنت نزلت فيديو كمان لاهم حاجات تعملوها في شرم الشيخ واهم اماكن الخروج والفسح في شرم الشيخ. هسيب لكم الفيديوهين في الاي فوق، وهسيبه لكم كمان في لينك في الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوه. كده يعتبر انا قلت كل حاجة خاصة بالفندق. برضو لو في اي استفسار حابين تسألوا عنه خاص بالفندق، سيبولي تعليقاتكم انا هرد عليكم. تاني فندق بقى وهو فندق 5 نجوم برضو، بس سعره اقل من كليوباترا لاكشري شوية، علشان يكون قدامكم فئات مختلفة تقدروا ان انتوا تختاروا على حسب البادجت بتاعتكم. تاني فندق معانا وهو باروتيل بيتش. باروتيل بيتش هو فندق 5 نجوم، وهو اعلى فندق في مجموعة باروتيل في شرم الشيخ. طبعا في باروتيل اكوا بارك وباروتيل لاجون. باروتيل بيتش هو اعلاهم. باروتيل بيتش برضو في خليج نبأ، صف اول، ليه بيتش خاص بيه صخري برضو. ممتع جدا في السنوركلينج برضو، والدايفنج حلو جدا جدا.
كمان الفندق تقدروا، هو مفيش فيه اكوا بارك، بس طبعا باروتيل اكوا بارك قصاده على طول، يدوب بتعدوا الشارع بس وبتكونوا في باروتيل اكوا بارك، تقدروا تستخدموا الاكوا بارك هناك. تمام كده. هنتكلم بقى عن الفندق وهو باروتيل بيتش. باروتيل بيتش فندق حلو جدا، بيقدم قيمة مقابل سعر ممتاز. الفندق اغلبه اشغال اجنبي، يعني قليل لما تلاقوا مصريين هناك، وده عن تجربة شخصية. كمان الفندق الغرف بتاعته واسعة ونظيفة جدا جدا، متوفر فيها كل حاجة. الغرف طبعا مكيفة، فيها واي فاي، فيها كمان شاشة وميني بار وكاتل ومشروبات، في طبعا خزنة في الدولاب. التويلت كمان متوفر فيه كل حاجة ممكن تحتاجوها، من شاور لشامبو لبلسم في حاجات كتير. التويلت كمان متوفر فيه كل حاجة ممكن تحتاجوها. كمان بالنسبة للمطاعم، في طبعا مطاعم رئيسية ومطاعم ألاكارت. المطاعم الألاكارت مش كتير. في كمان مطعم للسناكس. في طبعا نظام الإقامة هناك كاملة، فطار غدا عشاء مشروبات سناكس. الأكل هناك متنوع وحلو جدا. بالنسبة لفريق الانيميشن كمان حلو جدا ومتفاعل مع الأطفال والكبار. طبعا بيكون في حفلات بالنهار على البول، وفي كمان حفلات بالليل، تقدروا برضو ان انتوا تعرفوا موعدها من خلال الريسبشن. تقدروا تتصلوا كمان عليهم من وانتوا في الغرفة. بالنسبة للباركينج، في باركينج. البول كمان مساحته كبيرة جدا ونظيف جدا جدا، هتستمتعوا فيه قوي هناك. الفندق كمان لو حبيتوا تخرجوا منه فالمواصلات سهلة جدا، انتوا بتقفوا بس قدام الفندق، بتلاقوا بقى مواصلات سواء ميكروباصات سواء تاكسيات زي ما انتوا حابين والمناسب ليكوا. كمان تقدروا ان انتوا تركبوه بكل سهولة، تقدروا ان انتوا تروحوا السوق القديم، خليج نعمة، سو سكوير. المسافة مش كبيرة خالص، تلت ساعة او نص ساعة بالكتير. فتقدروا ان انتوا تخرجوا وتتحركوا من الفندق بكل سهولة. في كمان جوه الفندق محلات تقدروا تشتروا منها اللي انتوا عايزينه، زي حاجات بحر او كده، في برضو جوه متوفر من غير ما تضطروا ان انتوا تطلعوا برا الفندق. كمان في قدام الفندق برضو محلات تقدروا تشتروا منها. المنطقة دي اصلا الخدمات فيها كمان كويسة جدا. طبعا تقدروا ان انتوا تحجزوا من خلال الفندق دايركت، او من خلال شركات السياحة، او من خلال اي موقع من مواقع الحجز. الفندق كمان تقييماته عالية جدا. فندق بجد زي ما قلت لكم من افضل فنادق مجموعة باروتيل. لو حابين الاكوا بارك تقدروا ان انتوا تدخلوا باروتيل اكوا بارك، تستخدموا الاكوا بارك هناك، وبيكون طبعا بتكلفة اضافية بس مش كتير. لو عايزين بقى تسألوا اي سؤال عن الفندق سيبولي تعليقاتكم. طبعا في كمان اكتيفيتيز هناك كتير، في كمان منطقة العاب للاطفال كيدز اريا، زي ما قلت لكم في جيم وساونا وسبا. فالفندق متوفر فيه حاجات كتير جدا، وهيقدم قيمة مقابل السعر اللي انتوا بتدفعوه حلوة جدا. تالت فندق معانا في الفيديو ده وهو فندق شارم هوليداي، وهو بيكون طبعا اقل من الفنادق اللي ذكرتها، من فندق كليوباترا لاكشري وفندق باروتيل بيتش. هو اقل منهم، هو فندق 4 نجوم للناس اللي البادجت بتاعتها اقل شوية، فهيكون مناسب جدا. كمان لو بتدوروا على فندق فيه اكوا بارك كمان بيوفر شاطئ رملي وشاطئ صخري، يبقى هيكون الفندق ده مناسب جدا. الفندق 4 نجوم في خليج نعمة، صف تاني. هو في شارع جنينة سيتي، بينه وبين الممشى سلم بس كده. الفندق بيوفر شاطئ رملي وشاطئ صخري. الشاطئ الرملي بيكون في فندق كنابش، 5 دقايق بس بينكو وبين الشاطئ بالباص. كمان بيوفر شاطئ صخري في الهضبة جنب فرشة، بينه وبين الفندق 15 دقيقة بس بباص الفندق. طبعا الباص بيتحرك كل نص ساعة أو ساعة للشاطئ. بالنسبة كمان تقدروا ان انتوا تعملوا سنوركلينج حلوة جدا في الشاطئ الصخري اللي هو جنب كافيه فرشة. هناك السنوركلينج حلوة جدا للناس اللي بتحب سنوركلينج ودايفنج وكده، هيتبسطوا هناك جدا. الفندق طبعا بيوفر اكوا بارك 5 العاب، اكوا بارك لذيذة جدا. كمان في 3 حمامات سباحة كبار واطفال. في طبعا تيم انيميشن، في حفلات فوم على طول على البول، حفلات يومية بالليل وفقرات متنوعة. الفندق بيقدم قيمة مقابل سعر حلو جدا، من اكتر الفنادق الحلوة في الفئة السعرية دي.
عايزة أقول لكم كمان نسبة الإشغال الأجنبي هناك عالية جدًا. بالنسبة بقى للغرف، في غرف single، غرف double، غرف triple. الغرف متوفر فيها شاشة مكيفة، فيها mini bar. كمان بيكون في الغرف بالنسبة للview بتاعها في pool view، في garden view. في كمان غرف عائلية بتكون 4 أفراد ومعاهم طفلين حد أقصى. نظام الإقامة فيه half board، هو half board بس، فطار وعشا ومشروبات طول اليوم. متاح طبعا غدا بس بيكون بتكلفة إضافية. في هناك مطعم رئيسي بتاخدوا من خلاله وجبة الفطار والعشاء. في كمان مطعم أسماك وبيكون طبعا تكلفة إضافية. في كمان كورنر للبيتزا على البول، وفي بار على البول الرئيسي. في بار كمان خاص بالريسبشن. فهناك كمان الخدمات كتير ومتنوعة، يعني هتستمتعوا هناك جدا. بالنسبة للاكتيفيتي، في هناك تنس وفي سكواش، في كمان سبا، في كيدز كلاب، وفي منطقة ألعاب للأطفال. فلو انتوا رايحين بعيدا بقى عن الهاني مون ومعاكوا أطفال فهتتبسطوا جدا. لو انتوا رايحين هاني مون هتتبسطوا برضو هناك جدا. كمان خصوصا ان الفندق في خليج نعمة موقعه حلو جدا، فهتكونوا قريبين بقى من كل الخدمات، المطاعم، الكافيهات، الخروجات، هتكون كل حاجة قريبة منكم. طيب كمان بالنسبة للي حابب يعمل دايفنج او سنوركلينج بقى ويكون معاه جايد وكده، بتقدروا ان انتوا تتواصلوا مع ريسبشن، فهم بيوفروا لكم كمان الخدمة دي. كده برضو يعتبر انا قلت كل حاجة خاصة بالفندق. برضو لو في اي استفسار او اي حاجة انا مقلتهاش سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. بالنسبة للاسعار، الاسعار طبعا بتختلف من غرفة للتانية، من تاريخ للتاني. مش هقدر ان انا اقول اسعار، السعر فعلا بيختلف من يعني شهر 7 لشهر 8 لشهر 9 لشهر 10. كل شهر السعر بيختلف فيه. فسيبولي تعليقاتكم بالتاريخ اللي انتوا حابين تعرفوا فيه السعر وانا هرد عليكم. كمان لو حابين تتواصلوا مع الفندق دايركت تقدروا تتواصلوا معاه وتحجزوا من خلاله على طول. لو حابين تحجزوا مع شركات سياحة زي ما انتوا حابين، بس اهم حاجة تتأكدوا ان الشركة مضمونة، ليها مقر على ارض الواقع، مرخصة، في ناس اتعاملت معاها. لان في طبعا نصب كتير حصل الفترة اللي فاتت دي، ناس كتير ضاعت عليها الاجازة وخسروا فلوسهم. فتجنبوا بقى الحاجات دي ودوروا كويس جدا. طبعا في كل الفئات اللي انا قلتها دي، في الفنادق، في فنادق تانية كتير برضو تنفع هاني مون، طبعا فنادق كتير. فلو انتوا حابين تسألوا عن فندق معين او في بادجت معينة عايزين تروحوا فندق على قد البادجت دي، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. طبعا الهاني مون مش مقتصر على شرم الشيخ او الغردقة بس، في طبعا اماكن قريبة زي اسكندرية والعين السخنة. اللي حابب برضو يشوف فنادق في اسكندرية، انا كنت نزلت في افضل فنادق في اسكندرية وارخص فنادق في اسكندرية، فيديوهات حلوة جدا ومفيدة جدا. هسيبها لكم كمان في الاي فوق، وهسيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوها بسهولة. تقدروا كمان تتواصلوا معايا من خلال رسائل الانستجرام، هتلاقوا لينك الانستجرام في معلومات القناة. اعملوا فولو وابعتولي كمان استفساراتكم، هرد عليكم على طول. عايزه بقى اقول لكم ان احنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر، سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار بخصوص اي فندق او اي مكان، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم، وهستنى رايكم في الكومنتس. وباي باي.